تقدير الذات دايما من الحاجات اللي احنا دايما بنركز عليها في الكورسز وفي الكوتشنج وفي كل حاجة، لانه بيبقى من الحاجات اللي بتفرق جدا مع الانسان في طريقه كله وهو ماشي، وفي اختياراته وفي قراراته في كل حاجة. حصلت موجات كتير جدا مختلفة سواء في المجتمع، وطبعا احنا كنا كناس من المجتمع، موجات كتير مختلفة من تقدير الذات، واتنقلنا من مرحلة للتانية. فزمان كانوا بيشوفوا تقدير الذات وكلامك عن نفسك الإيجابي بشكل، وبعد كده جت بقى التنمية الذاتية والمهارات والحاجات دي كلها، وبعدين انتقلنا لمرحلة الوعي، فبدأ الكلام عن التقدير الذاتي ياخد شكل تاني. ثم ابتدينا نحصد حاجات من اللي زرعتها التنمية الذاتية فلقيناه بشكل ثالث. بعدين ان شاء الله النهاردة هنقول شكل رابع. انتي بقى التقدير الذات شفتيه ازاي في المراحل دي؟ لو هنتكلم على مرحلة الجامعة وما قبل الجامعة، لا كان التقدير الذات بالنسبة لي، أنا كنتش أعرف أصلا يعني إيه تقدير ذات. عرفت مؤخرا إن هو الصورة الذاتية للذات، إن أنا إزاي بتكلم عن نفسي سواء مع نفسي والناس. لكن زمان كنت شوية بخاف أتكلم عن نفسي بشكل إيجابي، أو إني أذكر الإيجابيات يعني قدام حد، أو لو حد سألني مباشرة إيه مثلا مميزاتك، إيه عيوبك، بذكر العيوب الأول. من باب كان زمان بيقولنا من باب التواضع. بعد كده لما بدأت رحلة الوعي الذاتي اكتشفت إن البداية من عندي، من جوايا أنا أتكلم مع نفسي إزاي، وبالتالي ده هينعكس على طريقتي مع الناس. فلما عرفت معناه يعني حقيقة وبدأت الرحلة دي، عرفت ساعتها ان حواري مع نفسي لازم يكون بشكل ايجابي. زي مثلا ما اقولش كتير لنفسي اني فشلت، اخليها انا بحاول. زي مثلا ما اقولش انا ما نجحتش، اخليها يكفي ان انا حاولت، او يكفي ان انا دخلت التجربة دي وانا مثلا ما كنتش حاطه لها اعتبار، او كنتش متخيلة ان انا اصلا في يوم من الايام ادخلها. بس الحاجات دي خلتني مع الناس بقدر اتكلم مع نفسي، بقدر اتكلم عن نفسي بثبات. بتكلم عن نقاط قوتي بشكل ثابت. عارفه بقول لك حد فاضي وحد مليان. الشخص اللي بيبقى مالئ نفسه بالكلام الايجابي بيعرف يتكلم عن نقاط قوته بشكل ثابت وكويس. وبقيت برضو اتكلم عن نقاط قوتي بشكل برضو ثابت، مش خوفا ان حد يستخدمها ضدي، او ان حد يجي في يوم من الايام يقول لي انت فيكي العيب ده فتنرفز اقول لا 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 ما فيش الكلام ده. على نقاط الضعف وكده. على نقاط الضعف. بقيت لو حد في يوم من الايام قال لي انت مثلا فاطمه فيكي الموضوع ده تاجي تحسني شويه، اقول له صح فعلا انا عارفه كويس قوي ان انا عندي نقطه الضعف دي، هشتغل عليها. انت فاطمه مثلا ما شاء الله مميزه في الحته دي، شكرا، ان شاء الله باذن الله هحاول برضو اشتغل عليها اكتر واظهرها اكتر او افعلها اكتر. بس فكل ده بيخليني ارجع لنقطه انه الحمد لله ان ربنا اداني البصيره ان اشوف التقدير الذاتي بالشكل ده. الشخص اللي تقديره الذاتي ضعيف هش قوي حقيقة مش هيعرف يواجه حاجه، ولا يعرف يواجه نفسه وقت الابتلاء، ولا يعرف يواجه الناس. يعني مثلا اقول لك ربنا بيحب المؤمن القوي. المؤمن القوي بتيجي من التقدير الذاتي لما يكون يعني عالي وفاهم هو بيواجه مين. زي حته يعني في ابتلاءات كتير جدا في الحياه، في ناس بيجي عليها ظلم، بيبقوا مش قادرين، مثلا اوقات معانا مش قادرين هم ياخدوا حقهم، بس مطلوب منك انك تدافع عن حقك لاخر نفس. خلاص بقى دافعت وما لحقتش او ما قدرتش، مثلا ربنا ياخد لك حقك ده كده، بس انت لازم تدافع عن حقك. ما ينفعش تقعد على جنب وتقول ربنا ياخد لي حقي. فين اخذك بالاسباب هنا؟ لازم تاخد بالاسباب. فالتقدير الذاتي يعتبر اخذ بالاسباب في انك تنمو، وانك تعرف كويس قوي ان ربنا عايزك قوي، فاهم نفسك، بتتطور، بتلجأ له بشكل فيه معرفة. ما هو برضو يعني معرفة الذات هي بتجيبنا تلقائي لمعرفة ربنا. فأنا لو طول الوقت حسست نفسي على النقيض بقى انه انا وحش، انا مش قادر، انا سلبي، مش هقدر اعمل حاجة. ده مش هيخليني اصلا اقدر اعمل اي حاجة حتى في علاقتي بربنا. زي مثلا يقولك في الذنب انت مطلوب منك انك تندم وتتوب وكل خطوات التوبة، بس ما ينفعش طول الوقت شيطان يدخل نفسك. ايوه بالظبط. او شيطان يدخل لك مدخل انت كده اصلا مذنب وربنا يتقبلك. بصي مذنب عليك انت اول، انت كده شايف نفسك انك مفيش منك فايده، خلاص مفيش منك فايده خلاص. فانا ازاي هقوم اندم واتوب
واعمل الحاجات الكويسه عشان تمحي السيئات. دي بشوفها قوي في الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول ما تقولوش خبثت نفسي ولكن قل لقصت نفسي. الفرق ايه؟ خبثت يعني كأنك يعني مش عارفة طبعا حكمت وكلها على بعضها كده يا وحشة. فكده خلاص انت كده، طب هتستنى من نفسك خير فين بقى؟ انت كده خلاص انت يئست من نفسك. لكن لقصت ايه؟ غلطت. ايوه. فالغلط بيتصلح. لكن لما كل حاجة تبوظ مفيش حاجة تتصلح. لكن لما تغلط ممكن تصلح. عشان كده فعلا الالتزام ده مهم جدا. والالتزام ده مهم ومهم في التعامل مع الناس. ما هو طول ما انا بشحن نفسي بالطاقة اني انا شايف نفسي انسان كويس، هعرف اتعامل مع الناس. تقدير الذاتي العالي مش معناها خالص ان كل الناس لازم تتعامل معايا وتحبني وتشوفني زي ما انا شايف نفسي خالص. انا ممكن جدا اكون شخص كويس وشايف نفسي شخص كويس واقعد وسط جروب ما يحبونيش، مش متقبليني، ده ما يهزش جوايا ان انا شخص سيء. عشان كده الحوار الداخلي او ان انا شايف نفسي ازاي، نرجعها للنقطه دي، انا شايف نفسي ازاي هي الاساس اصلا اللي ببني عليه علاقاتي كلها. فلو انسان عنده الحته دي مهزوزه وبقيم نفسه من خلال الناس مش هيعرف. فانت الاول اقعد شوف انت حابب نفسك تكون شكلها عامله ازاي قدام نفسك قدام ربنا وقدام الناس، وبعد كده قرر انك تواجه. لقيت ان في مجموعه من الناس ممكن تكون مش متقبلاك، شايفه الميزه اللي فيك عيب، مش مشكله، انت شايف ايه؟ ممكن يكون هم شافوا منك حاجه معينه صغيره قوي من بحر جواك انت اصلا اللي تقدر تشوفه لوحدك. فمن الحاجات الاساسيه ان احنا نعرف كويس بيها ان نخلي تقديرنا الذاتي عالي، ان مش كل الناس لازم تحبني، مش كل الناس لازم تتفق عليا. فعلاقتي بنفسي او ان انا اعرف اتكلم مع نفسي صح هي الاساس. وزي ما انتي قلتي برضو النقطة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، يعني فكرة انه الانسان دايما لما بيشوف نفسه بيشوف ربنا سبحانه وتعالى بالظبط. لان هي صلة. انت هتشوف نفسك ضعيف بس ده مش معناه انك تتكسر. ليه؟ مش عشان انت سوبر هيرو، احنا لسه قايلين، بس عشان انت عبد للقوي سبحانه وتعالى. فانت في اتصال ما بين صورتك لنفسك اصلا وادراكك ليها وادراكك باللي خلقك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فاذا سويته ونفخت فيه من روحي. الاتنين جم مع بعض. انت اتسويت وبعدين اتنفخت فيك روح ربنا سبحانه وتعالى. فانت بضعفك وكل حاجة وبعدين مدده سبحانه وتعالى موجود. فهي دي اللي بتساعد انه فعلا لما بيبقى في خبطات نعرف تاني يعني ايه نتزن مرة تانية. طب ليه؟ لانه طبيعي ماشي انا اتخبطت وقعت وغلطت وعملت ذنوب وبتاع، طب وبعدين ما هرجع للقوي سبحانه وتعالى. انا ضعيف، انا ضعيف عادي جدا، استمد قوتي منه سبحانه وتعالى. انا جاهل، جاهل عادي، هتعلم، ربنا يعلمنا وهكذا. فدايما الصورة بتبقى اوضح لما تشوفي ربنا سبحانه وتعالى وتشوفي نفسك، فتبقى مدركة انه المدد للقوة والكل حاجة منه سبحانه وتعالى. فتديكي قيمة لنفسك مختلفة تماما عن اللي انتي كنتي بصلها بيها. والحكاية دي بتبقى حلوة قوي. قبل كده سمعت جملة ان ربنا بيتقبلك في اي وقت وعلى اي وضع، فانت روح له. الحتة دي بتديني كده باور انه يا رب معقولة انت متقبلني بعد الذنب الفلاني اللي انا عملته، مثلا ان انا غلطت في الحتة الفلانية، ان انا قصرت في العبادة الفلانية، فيا رب انت درجاتي متقبلني. فبتديني دفعة ان انا على اساسها بقى اتقبل نفسي بعدها لما استشعر المعنى ده. عارفة في التربية بيقولوا ايه؟ الطفل ما تقعدش دايما تقوله يعني ما تلومش الطفل، لوم فعله او سلوكه. فلما الطفل يعمل سلوك معين ما اروحش على طول اضرب فيه هو جمله مثلا انت غلطان او انت فاشل او انت ما ينفعش تعمل كده او الجو ده كله، لكن تعالى وكلمه وقول له ليه عملت كده. مش كان المفروض مثلا ان احنا ناخد بالنا ليه؟ لان دايما لو حسست الطفل انه بيغلط هيعمل غلط زياده، لانه هيشوف نفسه ما انا كده هتترسم جوه الصوره الذاتيه نفسها. بالظبط، هتترسم جواه فعلا، وهيقول ما انا كده وحش. وقست عليها بقى عموما في حياتي لما مثلا ببقى خايفه ان ربنا ما يتقبلنيش في حاجه معينه او الناس ما تقبلنيش في حاجه معينه، ببقى عندي حته طب ما انا كده وحشه، بخاف ادخل السكه دي. اما الناس دي كده شايفاني مثلا مش مميزه، كده خايفه مثلا ربنا يشوفني دايما ما انا كده مش مذنبه. فاللي انا عايزه اقوله ان الصوره الذاتيه بتطلع وبتنزل كل شويه. انت بقى دورك انك كل فتره تعمل الفلتر ده، ما نسيبش نفسنا كده للهواء وللناس هم يقيمونا. ضمن الحاجات المهمه جدا، الحاجات اللي هتخليك تقوي تقديرك الذاتي، انك تختار كل حاجه، تختار الناس اللي انت تتعامل معاها يوميا، الصحبه،
تختار حتى، سمعتها قبل كده، تختار حتى اعدائك، مش كل حاجه ترد عليها، مش كل حاجه تنتقدها. دايما خرج نفسك بره حسبه الانتقاد. اختار مجتمع يليق بيك، اختار وظيفه تليق بيك. فالحاجات دي من ضمن الحاجات اللي بتعلي التقدير الذاتي. ما احطش نفسي جوه مجتمع انا مش شايفه يقلل خالص مني. او يقلل مني، واقول هم ليه بيعاملوني كده، هو انا وحش. دي من الحاجات اللي هتخليك تقديرك الذاتي ضعيف، خصوصا لو بتمارسها يوميا. فحته ان انا انتقي مجتمع ما، انتقي صحبه ما، انتقي وظيفه تليق بيا، ده بيفرق جدا في التقدير الذاتي.